ليه بنحكم على مريض الاكتئاب إنه بعيد عن ربنا؟ مش يمكن المشكلة مش في قلبه ولكن في كيمياء مخه؟ كتير من مرضى الاكتئاب يجي يقول لي: يا دكتور، أنا مؤمن بالله ومتدين، ولكني مش قادر أحس بطعم أي حاجة في الحياة ولا حتى الصلاة أو الدعاء. كل الناس حواليا بتقول لي اصبر وارجع لربنا، وأنا أصلا بحاول أقرب من ربنا بس مش قادر، مفيش عندي طاقة. اللي بيحصل إن الاكتئاب بيغير كيمياء المخ فعليا، مستوى النواقل العصبية اللي بتساعدنا نحس بالسلام والراحة بيقل، فيبدأ الإنسان يحس بفراغ داخلي في قلبه حتى لو عنده إيمان قوي. الأمراض النفسية زي الاكتئاب هي في الأساس أمراض عضوية بتصيب الدماغ، زي ما مرض السكر بيصيب البنكرياس. الدواء النفسي مش بديل للدين، الدواء النفسي هو اللي بيظبط كيمياء المخ، هو اللي بيشيل الحاجز اللي بينك وبين الصلاة والعبادة. أنا كطبيب نفسي ومعالج نفسي دوري إن أساعدك تصلح كيمياء المخ بالدواء إذا احتاجناه، ونصلح طريقة التفكير بالعلاج المعرفي السلوكي. الدين والعلم مش ضد بعض، هما بيعملوا في نفس الاتجاه عشان ترجع تقدر تقف على رجلك تاني. شارك الفيديو ده لو حسيت إنه طمنك.